حدثنا النبي عن البرق. الحقيقة لا أحد يعلم أسرار البرق. الحضارة اليونانية، وكانت أكثر الحضارات تطوراً وقتها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت مثل اليوم أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، يعني عندما تقول اليونان تماماً مثل أمريكا اليوم. كانت الحضارة الإغريقية واليونان متطورة جداً، وكان لديهم علماء، وكان أفضل عالم لديهم، أفضل عالم وأذكى عالم، يعتقد أن هناك إلها للبرق يسمونه الإله زيوس، ويصورونه أنه يجلس فوق الغيوم ويصعق بعصا معه يحملها، يصعق كل من يخالف أمره. هذه هي نظرة العلماء في القرن السابع الميلادي للبرق. النبي عليه الصلاة والسلام كيف أخبرنا عن البرق؟ قبل أن أخبركم بالحديث، وربما تعجبون أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الأساس العلمي لظاهرة البرق تماماً بدقة كما كشفه العلماء اليوم. بعد عام 2000 تمكن العلماء من تصنيع كاميرا، آلة تصوير تستطيع التقاط أكثر من 1000 صورة في الثانية الواحدة. طبعا قبل هذا التاريخ كان يستحيل عليهم أن ينظروا إلى البرق، لأن شعاع البرق، الحقيقة درجة الحرارة في شعاع البرق أكثر من 30,000 درجة مئوية. يعني حرارة سطح الشمس كم؟ هل تعلمون؟ 6000 فقط. البرق، شعاع البرق حرارته أشد من حرارة الشمس ب5 أضعاف، 30,000 درجة. هذه الحرارة تستطيع أن تصهر أي جهاز أو أي معدن. لا يوجد جهاز أو معدن يمكن أن يصمد أمام هذه الحرارة الهائلة جدا. ولكن حديثا استخدم العلماء هذه الآلات التصوير الرقمية المتطورة، ووجدوا أن شعاع البرق ينزل من السماء إلى الأرض على شكل شحنات كهربائية. هذه الشحنات التي نعرفها كهرباء غير مرئية، من الغيمة باتجاه الأرض، فتصطدم مع الشحنات الموجودة على الأرض ويتولد شعاع البرق. فالحقيقة العلمية تقول هناك شحنات سالبة وشحنات موجبة على الأرض يلتقيان، تمر هذه الشحنات إلى الأرض ثم تصطدم وتعود. إذن هناك مرور ورجوع. ويسمي العلماء هذه الظاهرة بالطور المرور والطور الرجوع. نحن لا نرى طبعا هذه الأشياء، نرى فقط الضربة الراجعة، نرى فقط شعاع البرق عندما يرجع، أما نزول الشحنات وعودتها لا نراه، نرى فقط العودة. ويقول العلماء إن هذه العملية تحدث في زمن يساوي تماما طرفة العين، بحدود 25,000 من الثانية. هذا هو زمن ومضة البرق. إذن لدينا حقيقتان علميتان. الحقيقة الأولى تقول إن البرق يمر ويرجع، والحقيقة الثانية تقول إن ومضة البرق تستغرق زمنا بأجزاء من 1000 من الثانية يساوي طرفة العين. الآن يا أحبتي انظروا معي كيف أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الحقيقة العلمية ليؤكد لكل ملحد ومشكك أنه سيمر على الصراط يوم القيامة. فكان جالسا مع عدد من الصحابة الكرام وقال لهم، حدثهم عن المرور على الصراط وقال لهم: فيمر أولكم كالبرق. قال عليه الصلاة والسلام: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ حدد لنا آلية هندسية لومضة البرق، وحدد لنا أيضا
زمن ومضة البرق في طرفة عين. وهذا ما يقوله العلماء في القرن 21. فمن الذي أخبر هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة العلمية الدقيقة جدا؟ إنه الله تبارك وتعالى.